مونديال مع مذيع ومعلق قنوات بين سبورتس حفيظ الدرجة. أستاذ حفيظ مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه، مرحبا بك وبضيوفك وبكل المستمعين الكرام، اهلا وسهلا. شكرا لك استاذ حفيظ الدراج على قبولك الدعوه. استاذ حفيظ الدراج اللي عودنا بصراحته المعهوده. شنو الاجواء في الدوحه بعد نهايه المونديال؟ باردة وممطرة مناخيا، فارغة جماهيريا وموحشة يعني تقريبا بعد مونديال، بعد ما كانوا معنا عشرات الآلاف من الناس راحوا خلونا يعني البلد موحش. هو سي حفيظ قل له وقت كان معكم العالم أجمع. العالم أجمع أكيد. كابتن خالد يسلم عليك. كابتن خالد حسني يسلم عليك. طبعا شكرا كابتن خالد، الله يحفظك ويطول عمرك. ربي يفضل. مونديال الدوحة طبعا الذي كان استثنائيا على جميع المستويات، من جميع النواحي التنظيمية الكروية، كل شيء ريناه تقريبا في مونديال الدوحة. رافقه طبعا إنجاز عربي، إنجاز إفريقي، منتخب المغرب الذي بلغ الدور النصف النهائي. حفيظ دراجي، مثل هذا الإنجاز هل تعتقد أنه يستطيع منتخب عربي إفريقي تكريره ممكن في السنوات القليلة القادمة؟ تكراره في السنوات القليلة القادمة صعب جدا في السنوات القليلة القادمة، بالنظر لما هو موجود الآن على الصعيد القاري وحتى على الصعيد العربي. أعتقد بأن ما حققه المنتخب المغربي يبقى استثناء على غرار الاستثناء الذي حدث في المونديال من جوانب عدة، سواء كانت تنظيمية، فنية، جماهيرية، من الناحية الأمنية، من جوانب كثيرة جدا. ما حققه المنتخب المغربي أولا لم يكن منتظرا، ثانيا كان مستحقا، ثالثا كان رائعا، رابعا نتمنى يفتح أبواب للمغرب ولمنتخبات أخرى إفريقية وعربية أنها تتحرر شوية من عقدة لازمتها لسنوات طويلة جدا، اقتصرت فقط على أولا التأهل إلى المونديال ثم التأهل إلى الدور الثاني من المونديال. لم أسمع عن أي مدرب أو لاعب أو منتخب يتحدث عن بلوغ الدور النهائي والنصف النهائي. من تحدث عنها لم يتأهل، يعني جمال بالماضي تحدث عن الفوز بكأس العالم، لم يصل لكأس العالم، أو تحدث أعتقد على النصف النهائي وربع النهائي فهو لم يصل. أتصور بأنه صعب جدا تكرار هذا في السنوات القليلة المقبلة. من هي العناصر الاستثنائية التي فاجأتك ممكن في منتخب المغرب، لاعبين الذين أثاروا إعجابك؟ مناحي بالدرجة الأولى، هذا القط الصغير هذا المتميز جدا، عنده لياقة بدنية كبيرة، عنده رؤية جيدة للعب، استرجاع هاي للكرة وبناء الكرات من الخلف. طبعا مرابط معروف عندنا، ولكن أنا مناحي كان بالنسبة لي مفاجأة. كثير ناس يتكلموا على حارس بونو، يتكلموا على مرابط، أنا وناحي فعلا كان في مستوى العالي. بالنسبة للمدرب وليد الركراكي، يعني مسيرته في تطور، فاز بالتشامبيونز ليج مع الوداد ثم انتقل لتدريب المنتخب المغربي وبلغ الدور النصف النهائي. وبعدين بلغ الدور النصف النهائي في ظرف 3 أشهر أعتقد، أو أقصى شيء 4 أشهر من إشرافه على المنتخب. أي نعم يعرف البيت ويعرف اللاعبين ومغربي مثلهم، فهذا أضاف للكرة المغربية. وبعدين أعتقد بأن اللاعبين المغاربة كانوا مهيئين لتغيير علي لوزيتش ومجيء الركراكي، لأنه كان كلام عنه كثير الركراكي منذ فاز بدوري أبطال إفريقيا. طبعا الكل كان مهيئ ومستعد، وبعدين أعتقد بأنه عرف كيف يكلم لاعبيه وكيف يخاطبهم وكيف يشحنهم وكيف يحضرهم طبعا فنيا وتكتيكيا. أعتقد أيضا بأنه بصمته كانت واضحة، يعني بصمة المدرب في إنجازات مثل هذه لا يمكن لأي أحد أن ينقص من قيمتها. يعني بالنسبة الشان كأس أفريقيا للمحليين، الجزائر استعدت كما يجب، شفنا البنية التحتية والملاعب التي ستستضيف مباريات الشان، لكن قبل ما نحكيه على البنية التحتية فما أزمة جزائرية مغربية. المغرب تطالب بفتح المجال الجوي، رحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة، المشاركة لم تتأكد إلى حد الآن، الجزائر ترفض فتح المجال الجوي، تعتبر المغرب لديها شروط تعجيزية. رأيك في كل هذا أستاذ حفيظ؟ رأيي أنه ما هو رياضي وكروي يبقى في حدود الرياضة والكرة. إذا كان المغرب عنده حق ما
على مستوى الاتحاد القاري لكرة القدم فليكن له ذلك. أما ما يتعدى ذلك فأنا لا أقبله لا على بلدي ولا على المغرب ولا على تونس. السيادة تونس وسيادة الجزائر وسيادة المغرب يجب أن تحترم. ما عدا ذلك كل مرة كاين حلول لكل شيء. إذا رفضت الجزائر فهذا من حقها أنها ترفض، ولكن لا ترفض دخول المنتخب المغربي. يعني اللي عرفته أنه تحبوا نجيبوا لكم طائرة جزائرية تنقل لكم طائرة جزائرية، تحبوا طائرة تونسية نجيبوا لكم طائرة تونسية أو أي طائرة من نوع آخر. أما طائرة مغربية فطائرة المغربية الحدود الأجواء الجزائرية مغلقة في وجه الطيران المغربي، وهذا قرار سيادي من الجزائر يجب احترامه. البنية التحتية في الجزائر في تطور، شفنا الملاعب التي ستستضيف مباراة اللشان. كابتن خالد حسني لهنا قال أن الجزائر ستقدم لاستضافة المونديال في السنوات القادمة بمقدورها ذلك. ما رأيكم في كلام خالد حسني؟ والله وارد، ولكن اعتقد ليس لوحدها. ممكن مع الجيران اوكي، ممكن لوحدها في الظرف الراهن صعب، لانه حتى التنظيم هو ثقافه قد تكون ناقصه عندنا، لانه ما نظمناش الكثير من الاحداث الرياضيه والسياسيه والثقافيه. لكن تكتسب حفيظ، انت تعرف بعد الجماد في وهران تكتسب